السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. اهلا بكم في قناة اسهل وصفات مع مطبخ نون. النهارده أنا جايه لكم بوصفه حلوه وجميله، وهي احلى طبق ملوخيه. دي ملوخيه ناشفه. احنا عندنا هنا في البيت ما بنحبش الملوخيه الخضراء، بس انا الصراحه بعمل الملوخيه الناشفه وكانها خضراء بالظبط، وبتطلع معايا خضراء وجميله وما بتفصلش خالص نهائيا. تمام. الملوخية ديت انا بجيبها الصراحة في الموسم بتاعها، يعني مثلا شهر 6 زي الايام اللي احنا فيها دي، وبقوم منشفاها يا اما بجيبها جاهزة، لان الصراحة الفرق ماهوش كتير، تيجي تشوفيها هي. بس انا الصراحة بجيبها من مصدر موثوق منه. ملوخية نظيفة ما فيهاش اي حاجات وحشة الصراحة. تمام. وبجيبها وبعينها في علبة وبعينها في درج التلاجة، بتقعد معايا من السنة للسنة ما شاء الله تبارك، جميلة جدا. عندنا المقادير بتاعة الملوخية: عندي توم مفروم، وعندي ملوخية ناشفة طبعا على حسب الكمية اللي انت هتعمليها، وعندي هنا صلصة طماطم، وعندي كزبرة ناشفة وشطة، وكيس مرقة دجاج فورية روعة جدا في الملوخية الصراحة، وعندي ملح، وعندي فلفل اسود. تمام. انا جبت حلة كده على النار وحطيت فيها شوية مية. تمام. وهنزل بيها بشوية صلصة. طبعا انا ما عنديش شوربه. تمام. فهحط مرقه الدجاج اللي انا بقول لكم عليها دي. لو عندك شوربه هتحطي الشوربه، بس صراحه مرقه الدجاج الفوريه دي بتدي نتيجه جميله جدا صراحه، قسما بالله احلى من الشوربه. وهحط كيس مرقه الدجاج الفوريه، حطيه كله. تمام. الماركه اسمها شيفي ميكس. نخلط كده الخليط مع بعض. هنحط شويه فلفل وحبه شطه وحبه صغيرين كزبره ناشفه، وهنحط حبه صغيرين ملح. انا حطيت ملح قليل ليه؟ علشان المرقه ديت فيها ملح. ربع معلقه صغيره توم مفروم. التوم المفروم في خليط التسبيكه بتاعه الملوخيه دي بيديلها طعم جميل. وهسيبهم يغلوا جامد مع بعض لحد ما تقل شويه. زي ما احنا شايفين كده مع بعض، هو بدأ يتقل. القعد بتاع الملوخيه زي ما احنا شايفين، هو كان لفوق هنا، نزل خالص لتحت اهو. تمام. انا هطفي النار عليها، وهجيب الملوخية بتاعتي وهنزل حبة حبة واخلطها كده كويس. دي ملوخية ناشفة يا جماعة، انتوا شايفينها معايا، ماهيش ملوخية خضرة، بس هتديكي نفس النتيجة بتاعة الملوخية الخضرة بالظبط. انا خلطتها كويس جدا اهو، زي ما احنا شايفين شكلها ولونها خضرة خضرة. انا جبت هنا المقلي عشان نعمل طشة الملوخية. جبت المقلي وحطيت فيه شوية زيت. تمام. وهنزل بالثوم والكزبرة وهنزل كده بالملوخية بتاعتنا. لا ما شاء الله الريحة بجد تحفة جدا. طبعا احلى حاجة ان انت تعملي الطشة بتاعة الملوخية ساعة ما تيجي تاكل.
وهاجي هنا احط كده، وهنديلها بقى تقليبه كمان كده، وبس كده الملوخيه بتاعتنا بقى جاهزه على التقديم. كده انا هنزل بالملوخيه قدامكم اهو زي ما انتم شايفين معانا، بجد يعني جميله جدا، وشايفين هي نازله كلها مع بعض ما فصلتش ولا اي حاجه، وكأنها ملوخيه خضراء، والطعم جميل جدا جدا. بتمنى من كل قلبي ان انتوا تجربوا الوصفه، ويا رب تنال اعجابكم. مع السلامه.